وما زلنا مع النشرة الإخوانية، حيث نفت جماعة الأخوان المسلمين الأنباء التي ترددت حول اعتزام أعضاء الجماعة محاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا غدا ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم، ووصفتها بالأنباء غير الصحيحة. كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى استغلال الجماعة حشود مليونية الشريعة والشرعية في ميدان نهضة مصر وتمثالها وتحريك أعضائها إلى المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر غدا في قضيتي حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية اللتين صدر إعلان دستوري بتحسينهما. من جانبه أكد المستشار وفي لمحة بسيطة نعود إلى التحرير، حيث تزايدت أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير دعما للقوى السياسية والثورية المعتصمة في الميدان لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. ونظم المتظاهرون مسيرات داخل الميدان تطالب رئيس مرسي بالاستجابة للمطالب التي حددها المتظاهرون، وعلى رأسها إلغاء الإعلان الدستوري وتشكيل جمعية التأسيسية جديدة تضم ممثلين عن كافة فئات المجتمع وتدعو إلى العصيان المدني.